أكتر مكان ممكن حد يسيطر فيه على عقلك هو مواقع التواصل. الشات ومواقع التواصل الاجتماعي بقت حاجة أساسية في حياتنا. تخيل إن كل كلمة بتكتبها وحتى كل إيموجي أنت بتبعته ممكن يكون وراه نوايا خفية وتوصل معنى مختلف تماما للشخص اللي أنت بتكلمه. الناس فاكرة إن الكلام على مواقع التواصل أبسط من الكلام في الواقع، لكن في الحقيقة العكس تماما، لأنك في الشات بتتعامل مع نسخة مصطنعة من الشخص اللي قدامك، وطريقة فهم الكلام بتكون مختلفة نهائيا. السيطرة في الشات مش محتاجة قوة جسدية، بل كل اللي محتاجه هو انك تعرف ازاي توصل المعنى اللي في بالك وتخلي الطرف التاني شاغل باله بيك رغم انك بتكلمه من ورا شاشة. وعلشان كده في فيديو النهاردة هعلمك ازاي تتلاعب بأي شخص عن طريق الشات. في الشات أكبر غلطة ممكن تعملها هو إنك تبقى متاح طول الوقت، لأن أي حاجة متاحة زيادة قيمتها بتقل. الغموض المدروس مش معناه إنك تبقى بارد أو بتتجاهل الشخص، بل الفكرة إنك تعرف إمتى تختفي وإمتى ترجع تاني، وإزاي تخلي رجوعك دايما مثير للاهتمام. مثال بسيط على ده: وإنت لسه متعرف على بنت بتكون مهتم جدا تتكلم معاها، وهي برضو بتكون مهتمة ولسه ما تعرفكش كويس، فهتلاقيها بترد عليك بسرعة وبكل شغف. ولكن بمرور الوقت ابتدت تتقل وترد متأخر، وبيبان انها مش مهتمة نهائي، وده لانك عملت كذا غلطة. اولهم انك رميت جميع اوراقك من البداية. ما ينفعش نهائي اول ما تبقى بتتكلم مع اي شخص حتى لو مش بنت انك ترمي جميع اوراقك من البداية وتبقى كتاب مفتوح. لازم دايما تخلي جانب لسه مش مفهوم، ده هيخلي الطرف التاني دايما بيسعى عشان يفهمه. وتاني حاجة هي الرد السريع والبقاء في الشات. ما ينفعش تفضل قاعد في الشات وكأن ما عندكش حياة. لما ترد بسرعة جدا على كل رسالة، الشخص اللي قدامك هيحس انك فاضي ومشغول بيه زيادة عن اللزوم. لكن كل ما تسيب مسافة زمنية مقصودة، او الافضل كمان انك تكون فعلا مشغول، ده بيخلق حالة من الفضول. الاختفاء المؤقت بيخلي الشخص يسأل نفسه هو مشغول بإيه وليه ما ردش لحد دلوقتي. ده أكيد عنده حاجات أهم مشغول بيها، وده هيخلي الطرف التاني خصوصا لو بنت تسعى طول اليوم عشان تاخد وقتك ده ليها. مجرد إن عقلها يتشغل بيك يبقى أنت كده نجحت في التلاعب بتركيزها. الغموض المدروس بيخلي كلامك قليل لكن وزنه بيكون تقيل. كل ظهور ليك بيبقى حدث، وكل كلمة منك بتسيب أثر. أكتر حاجة ممكن تقتل أي تواصل هي إنك تبقى متوقع. لو ردودك واضحة وتقليدية، اللي قدامك بعد شوية هيزهق منك وهيحس إنه خلاص بقى حافظك، وده بيخلي الحوار ممل وسهل يتنسي. لكن لو قدرت تكسر التوقع، ساعتها أنت اللي بتسيطر على العقل. أول حاجة وهي التنوع في أسلوب ردك. مرة رد بجملة قصيرة جدا، مرة رد بجملة طويلة، مرة رد بكلمة واحدة بس، ومرة رد بإيموجي من غير أي كلام، أو حتى رياكت على الرسالة. مش لازم كل مرة اللي قدامك يبعت لك رسالة ترد انت بقصيدة طويلة. ده هيخليه يزهق منك ومش عايز يتكلم معاك، لانه هيكون عارف كل ما هيكلمك انت هتفضل تتكلم ومش هتسكت. ولكن لما تتنوع في ردودك، اللي قدامك مش هيبقى فاهمك اساسا، وده اللي هيخليه يفكر فيك اكتر. وتاني حاجة هي اللعب بالايموجي. الايموجي مش مجرد شكل في الكيبورد، ده لغة كاملة لو عرفت تستخدمها صح، وممكن تغير معنى الجملة كلها. الايموجي بيلعب على اللاواعي وبيخلي اللي قدامك يفسر المعنى بطريقته هو مش بطريقتك انت، وده هيخليه يدخل في دوامة تفكير. هو يقصد ايه بالايموجي ده؟ طب هل هو بيتريق ولا قصده ايه بالظبط؟ وكل ما الشخص يفكر في ردك اكتر، انت بتثبت وجودك جواه اكتر. وعشان كده كل ما كنت غير متوقع وقليل الكلام، ده هيخلي الطرف التاني عايز يتكلم معاك اكتر عشان يفهمك، وفي كل مرة برضه مش هيقدر، وده هيخلي كل رسالة منك كأنها لغز. في أي حوار بين اتنين، القوة مش عند اللي بيتكلم كتير، بل القوة عند اللي بيعرف يمسك إيقاع الكلام ويكون هو المتحكم. في الشات لازم تكون انت المتحكم، مين يبدأ الحوار ومين ينهيه، وامتى تسيب الطرف التاني مستني ردك. أكبر غلطة بيعملها ناس كتير إنه يفضل مكمل الكلام لحد ما الحوار يخلص عند الطرف التاني، فيلاقي نفسه هو اللي سايب آخر كلمة، وهنا قيمتك بتقل لأنك سلمت إيقاع الحوار للي قدامك.
هو اللي قرر انه خلاص عايز ينهي الكلام هنا، وانت ما كانش قدامك اي اختيار تاني اساسا. الصح ان انت اللي تقفل الحوار، تقفل وانت في قمة الاهتمام، مش بعد ما تبرد الدنيا والطرف التاني يزهق منك. لو الحوار لسه ممتع اقفل فجأة بجملة بسيطة زي اكلمك بعدين، او حتى من غير ما تقول حاجة، وخلي الشخص هو اللي يفضل مستني. وتاني حاجة خلي ردودك تقيلة، يعني ما تبقاش سريع دايما، خلي اللي قدامك يتعود انه يستناك، ويا ريت تكون فعلا مشغول مش بس بتتصنع ده، لانك مع الوقت الموضوع مش هيظبط معاك. ولما الطرف التاني يحس انك مش متاح بسهولة قيمتك بترتفع تلقائيا، وبيبقى مستنيك ترد وتكون متاح بشدة. وتالت حاجة ما تحطش نفسك في وضع المطاردة. لو حاسس ان الطرف التاني اهتمامه بيقل ما تزودش انت الكلام عشان تعوض قلة الاهتمام دي، بالعكس قلل اكتر وسيبه هو اللي يطاردك. لما السيطرة على ايقاع الحوار تبقى عندك انت، اللي قدامك هيفضل دايما في وضع الانتظار، ومجرد انك بتظهر او بترد بيبقى بالنسبة ليه لحظة خاصة. وده اعلى درجات التلاعب، انك تخلي الشخص متعلق بيك مش بالكلام نفسه. لو وصلت للنهاية فده معناه انك شخص بيدور على الحقيقة، ولو مهتم تفهم اكتر عن علم النفس الاسود وفن التلاعب بالبشر اشترك في القناة، لان اللي جاي هيغير نظرتك للعالم تماما.